لو طلبت كميه اسمنت كبيره جدا من مصنع او مورد لموقع انت شغال فيه وعايز تستلمهم، تعالى اقول لك تستلمهم ازاي. في خطوات ومواصفات معينه ومهمه جدا لازم تاخد بالك منها. اولا في مصطلح اسمه تعتيق الاسمنت. دايما وانت شغال في الموقع بتسمع كلمه هتعتق فين يا باشمهندس. التعتيق ده هو انا بنزل كميه الاسمنت اللي متحمله على التريلا بتاعتي واحطهم على بلتات خشب بالمنظر اللي انت شايفه ده. الاسمنت نفسه بيكون ليه تاريخ صلاحيه وتاريخ تعبئه مكتوبين على الشكاره بتاعته، لازم تشيك عليهم وتخلي بالك منهم كويس جدا. كمان زي ما قلنا الاسمنت بيترص رصه منتظمه زي ما الطوب بنرص رصه منتظمه عشان خاطر نعرف نستلم، وعشان خاطر تعرف تعدهم وما تتلخبطش فيهم. لو العمال رصوه بطريقه غير منتظمه وعشوائيه انا بقول لك ما تستلمش خالص ولا تعد اصلا. وخلي بالك ان الطن بيكون فيه 20 شكاره اسمنت، وتاكد ان مفيش ولا شكاره اتقطعت اثناء النقل. الفلوس العميل بتاعك هو دافع ثمنها، وثقته فيك كفايه انها تخليك تحافظ على حاجته وتخلي بالك من فلوسه. بعد ما بتستلم شكاير الاسمنت بتاعتك وتعدها كويس بتغطيه بمشمع من البولي ايثيلين، بتكون تخانته كبيره عشان خاطر بيتحمل وبتحميه من العوامل الجويه والامطار. في كذا تخانات في السوق وبتقاس بحاجه اسمها ماكرو، هات اعلى حاجه موجوده في السوق. واي اسمنت بيكون ليه رتب مختلفه 32.5 و42.5 وكمان 52.5، وكل نوع من دول بيكون ليه استخدامات معينه وفي بنود مختلفه. اقل رتبه فيهم اللي هي ال 32.5 هي اللي بنشتغل فيها في التشطيبات الداخليه، هي اعمال البياض او المحاره وكمان اعمال المباني. لو عندك اي سؤال سيبولي تحت في الكومنت. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.